التحليلية للحدث. إذن عودة للندوة الصحفية التي من المنتظر أن ينشطها وكيل الجمهورية لدى محكمة الحرب. الخاص بوفاة المرحوم الشاب العيفة رشيد، نتوجه بخالص التعازي وجميل المواساة لعائلة المرحوم إثر هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يسكنه فسيح الجنان. وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بودي أن أعطي للرأي العام بعض التوضيحات في هذه القضية، وذلك في انتظار الانتهاء من التحقيقات الأولية التي تشرف على إنجازها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الدار البيضاء أمن ولاية الجزائر يوم 30 نوفمبر 2016، وبعد إعلامنا من طرف مصالح أمن دائرة الدار البيضاء بوفاة المرحوم الطالب الثانوي العيفة رشيد البالغ من العمر 16 سنة، والذي تم نقله إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أصدرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة أمرا مؤرخا في نفس اليوم لرئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى المذكور لأجل إجراء تشريح لجثة المرحوم بغية المعاينة وتحديد أسباب الوفاة. كما تم في نفس الإطار إسداء تعليمة نيابية لفرقة الشرطة القضائية المذكورة لأجل فتح تحقيق معمق في الموضوع، لأجل الوقوف على ملابسات هذه القضية من جميع جوانبها. غير أنه نظرا لما أثير وما انتشر من معلومات حول وفاة المرحوم، ارتأينا أن نتوجه بهذا التوضيح للرأي العام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ونتوجه لها بالمناسبة بالشكر الجزيل على حضورها. ما أؤكد عليه هو أن التحقيقات الأولية مستمرة في هذا الشأن، ولا تزال متواصلة من طرف كما أسلفت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الدار البيضاء. حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي بمستشفى سليم زميرلي المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المنجز من طرف الطبيب الشرعي الدكتور رشام تحت إشراف رئيس المصلحة الأستاذ مصطفاوي، فإن نتائج خبرة التشريح المتحصل عليها في التقرير المذكور خلصت إلى أن وفاة المرحوم العيفة رشيد لم تكن نتيجة أعمال العنف المفترضة التي يكون المرحوم قد تعرض لها. نفس التقرير يرجح بصفة قطعية إلى أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية قد يكون مرجعها مرض قلبي كان يعاني منه المرحوم، أو نتيجة سبب آخر. وفي كل الأحوال قد أعطينا التعليمات من أجل إجراء التحاليل الطبية من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. كما أكد نفس التقرير أن آثار العنف المتواجدة على رأس والظهر والأعضاء العلوية للضحية ليس لها أي علاقة مباشرة بالوفاة. هذه هي النتائج الأولية للتحقيق في انتظار ورود التحاليل الطبية المخبرية، والتحقيق والتحريات متواصلة للوقوف على النتائج الحقيقية لأسباب الوفاة. أشكركم على كرم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.